ردا على الشيخ مصطفى العدوي اللي قال إن ما ينفعش نروح المتحف المصري الكبير، وما ينفعش نقتدي بالفراعنة واللي عملوه الفراعنة وإن هم كفار وحاجات تانية كتير كده. أنا هعرض لك الفيديو، بس أنا أحب أوجه كلمة لفضيلة الشيخ والأمثاله. أنا بحترمك جدا، بحترم كل الشيوخ، بس لو ينفع حضراتكم يعني قبل ما تتكلموا تكونوا دارسين الأول قبل ما تتكلموا، فياريت تعملوا كده. لأن في تواريخ كتير، يعني في كلام كتير موجود في التاريخ بيقول إن المصريين كانوا موحدين مش كفرة، والرسالة أيام قدماء المصريين حاجة، وأيام النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية. تمام؟ في شرائع قبل شرائع، يعني المسيحية كانت قبل الإسلام، اليهودية كانت قبل الإسلام، في حاجات تانية كانت قبل اليهودية. فما تجيش تقول على اليهود في وقتهم مثلا إن هم كانوا كفار في وقتهم. تعال على دلوقتي واتكلم، تقول لي إن الدين عند الله الإسلام، هقول لك إن في فعلا من قدماء المصريين كانوا موحدين بالله، ومنهم مرات فرعون، ومنهم برضو ناس في البلاط الملكي ايام الفراعنه برضو كانت بتكتم ايمانها. ليه؟ لان كان منتشر ساعتها كذا ديانه، في ناس كانت بتعبد بعض، بس كان ايه اللي موجود ساعتها؟ كان في ناس بتكتم في قلبها التوحيد. يعني كان في توحيد ساعتها سواء من الملوك او من الشعب. تمام؟ ودور في الدين، دوروا في التاريخ، شوفوا فعلا الفراعنة كانوا موحدين ولا لأ. هل كده ان كلهم كانوا موحدين؟ لأ، في منهم كانوا مشركين، وفي منهم اللي ما كانوش بيعبدوا حاجة أصلا، في منهم اللي كانوا بيعبدوا بعض أصلا، بيعبدوا الملوك بتاعتهم، وفي منهم برضو اللي كانوا بيعبدوا آتون. آتون اللي بيتقال إن ده خالق الكون أصلا. في ترانيم لأمنحتب، ترانيم بتوصف الإله الواحد اللي فيه تشابه ما بينها وما بين مزامير داوود عليه السلام. فقبل ما تتكلموا راجعوا واعرفوا الأول التاريخ. مصر القديمة مش كلها عبارة عن فرعون موسى، مصر القديمة مش كلها عبارة عن فرعون موسى. يا ريت تفهموا الكلمة دي. اتفضلوا شوفوا الفيديو. أهل مصر، إذا كنتم تصنعون متحفا يجمع آثار فرعون فليدخل الداخل على سبيل الادكار والاتعاظ، لا على سبيل الافتخار بكفرة. والإخوة، حري بكم أن تتبرؤوا من شخص ومن قوم قال الله فيهم واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. حري بكم أن تتبرؤوا من شخص يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. حري بكم أن تتبرؤوا من شخص قال أنا ربكم الأعلى. حري بكم أن تتبرؤوا من شخص قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وسواء كان الفراعنة يتمثلون في فرعون حاكم مصر في زمن موسى أو في كفار حكموا مصر من قبله، فنحن نعبد الله وحده لا شريك له أيا كان هؤلاء الهلكة. هذا فرعون اللئيم الطاغي الباغي الملعون الذي يقدم قومه يوم القيامة. نشهدك يا رب على براءتنا منهم من أتباعه ومن جنده، نشهدك يا رب على براءتنا منهم من معتقده الخبيث الملوث. تعقيبا على الكلام اللي اتقال، فاحنا مش بنتبرك بيهم، مش بنعبدهم، احنا بنخلد ذكراهم اللي موجودة بتماثيلهم اللي موجودة دي، باكتشافاتهم اللي موجودة، سواء برديات، سواء ألواح حجرية منقوش عليها، سواء بمقابر، سواء بحاجات كتير جدا عن التراث المصري وعن الآثار الفرعونية القديمة، أو بلاش الفرعونية، الآثار المصرية القديمة. بنخلد ذكراهم، بنخلد اكتشافاتهم، بنخلد ذكراهم واكتشافاتهم. واحب اقول حاجة، لو كان ربنا رايد ان الحضارة دي تختفي نهائي كان عمل كده. وعلى ايام الخلفاء، وعلى ايام لما الاسلام دخل مصر، ما كسروش ابو الهول، ما نسفوش الهرم، تمام، ما بوظوش التاريخ المصري، احتفظوا بيه. فاحنا كمان بنحتفظ بيه، مش بنعبدهم. احنا لحد دلوقتي بنكتشف في علوم مصرية قديمة، بنكتشف في آثار مصرية قديمة، بنعرف تاريخ قديم من أيام العصر الأسرات لحد دلوقتي. يا رب تكون الرسالة وصلت. مستني آرائكم في الموضوع ده في الكومنتات باحترام، محدش يغلط في التاني ولا حد يتعالى على التاني. احنا هنا بننور العقل
وبنكتشف مع بعض. متنساش بقى تعمل لي فولو وتديني اللاف بتاعك على الفيديو، ومستنيك في التعليقات. سلام.